اوعوا كونوا مش مصدقين ان مصر مش هتبقى قد الدنيا. لا، ده هتبقى قد الدنيا صحيح، وبكره تشوفوا، والصغير منكم يبقى يفتكر الكلام ده عنه. لا الحمد لله، هو الكل شايف، وبكره ان شاء الله هنشوفه اكتر واكتر. احنا عايشين اللي عشان نشوف. شوف حضرتك، هو المداخله الجديده دي بتاعته مع عمود خيمه التعريض امبارح فكرتني بحوار تخيلي جه على السوشيال ميديا، عجبني جدا، بين واحد وجوز بنته. قال له ايه بقى؟ قال له شوف يا ابني، انت اتجوزت بنتي غصب عني وقلت ماشي، بيعتها ذهبها وسكت، بعت عفش البيت وبيعتها هدومها وقلت مزنوق، رهنت الشقه اللي انا جايبها لها بفلوسي وحطيت جزمه ببقي، لكن ترخص بنتي وتخليها ترقص لاصحابك؟ اهو ده اللي مش هسكت عليه ابدا. قال له انا عارف يا عمي انكم استحملتوه معايا كتير، والله يا عمي انا نفسي اعمل لكم حاجه حلوه. قال له والله يا ابني احلى حاجه تعملها انك تطلقها وتسيبنا في حالنا، وربنا لا يبارك لك في اللي سرقته وتصرفه على العلاج ويخش عليك بالخراب، قادر يا كريم. قال له يا عم انا كان ممكن اعمل كده واسيبها للمجهول، بس انا ما اقدرش اعمل كده. قال له ابوس ايد امك سيبها للمجهول، طلعها يا ابني الله لا يسيئك. قال له لا والله عمري ما هسيبها، واللي هيقرب لها هشيله من على وش الارض. انا مش واخد منك غير البق المعفن ده، انت مش قايل لي سيبني سنتين وهتلاقي بنتك دي عايشه احلى عيشه؟ قال له والله عارف، سيبني بس 6 اشهر وانت تتفرج. الله اتفرج ولا هتفرج علينا الناس؟ ويا ترى ناوي تعمل ايه المره دي؟ هتفتح محل كفته تاني غير اللي نصبت بيه علينا المره اللي فاتت، ولا هتغير انابيب الصرف الصحي وتقول لي بعمل مشروع الحمام الجديد؟ قال له والله يا عم انا لو ينفع اتباع هتباع. قال له انت اكتر واحد عارف انك ما تسواش في سوق الرجاله كارت شحن. قال له عارف يا عمي، بس انت عارف ان انا لو معايا مصروف البيت كنت عملت ايه؟ قال له كنت اشتريت سلاح وضربتني بيه طبعا. قال له عرفت منين يا عم؟ قال له عشان انت واطي. قال له يا عم مش قصدي، انا كنت هشتري سلاح عشان احميكم بيه، اهل الشر طمعانين في بنتك. انت مش فاكر لما كانت مخطوفه ورجعتها لك؟ قال له فرضا انها كانت مخطوفه، تخطفها وتاخدها انت ليه؟ طب ما رجعتهاش ليه؟ قال له انا مستعد اتحاسب. وبعدين شوف انا هقول لك ايه، اخواتي واهلي عمرهم ما يسمحوا بحاجه زي دي، وبعدين المهم نبقى كده يا عمي، المهم نبقى كده. قال له وانا كل ما ازنقك في الكلام تهلوس وتقول لي الحكاوي العجيبه دي؟ يا ابني حرام عليك، طلعت عين امي. قال له لو سمحت يا عمي انا محتاج العين اللي طلعت دي، برضه مش هتشلني، انا ماسك نفسي ومش هتشل اهو، مهما عملت برضه مش هتشل، وتفضل الحكايه تتكرر بين السيسي وشعب مصر. الله غالب، اشوفكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة مع معتز. البث المباشر عن طريق الانترنت في الرابط اللي بيظهر قدام حضراتكم، كمان البث بدأ على صفحة الفيسبوك اللي الخاصة بقناة الشرق وصفحتي وعلى حساب تويتر، وأيضا تقدر تتابع البث المباشر عن طريق تطبيق أخبار الشرق على كل الهواتف الذكية. على بركة الله أبرز العناوين. فورين افيرز، التطرف يتصاعد بفضل سياسات السيسي. من جديد للأسف شركات أجنبية تواصل تصفية أعمالها في مصر. إضراب للصيادلة 15 يناير واشتعال أسعار الدواجن والخضروات. تعالوا كمان نشوف أبرز التصريحات اللي تمت في ال 24 ساعة. بهي الدين حسن: السيسي لم يكن مقنعا في تبريره لفشل مكافحة الإرهاب. حازم حسني: ثورة يناير تعرضت لكبوة وهذه أسبابها.
خالد علي: الإخوان وجبهة الإنقاذ تحالفوا مع العسكر والجو مهيأ للمقاومة. مصطفى كامل السيد: المجلس العسكري شارك في ثورة يناير للحفاظ على نفوذ القوات المسلحة. جهاد عودة: 2017 سيكون صعب جدا وبقاء السيسي في الحكم أهم إنجازاته. أحمد قطان يدير حادث كمين المطافي بالعريش. أسعد طه عن مهدي عاكف: لا وجود لسبب مقنع لاستمرار حبس رجل تسعيني. نجاد البرعي: مصر أكبر من الإبقاء على مهدي عاكف والخضيري في السجن. جمال عيد يطالب بالإفراج عن مهدي عاكف. حمدين صباحي ينعي أحد ضحايا هجوم العريش: مات في مواجهة الإرهاب الضال. البرادعي: لماذا لا ينتفض أهل القانون ضد انتهاك حرمة الحياة الخاصة. عمرو حمزاوي عن تفجير العريش: مواجهة الإرهاب واجب مشترك على المواطن والحكومة. بعد تفجير العريش عمرو سمير عاطف: الحمد لله عندنا رئيس وعد بمحاربة الإرهاب. هاني الناظر عن تفجير العريش: سيسقط الإرهاب وستظل مصر حرة وعزيزة. أيمن نور بعد تفجير العريش: نسأل الله أن يرفع عن مصر هذه الغمة. حاتم عزام: بيع الشركة الهندسية للصناعات البترولية إنبي الرابحة وصاحبة الخبرات الوطنية والفنية النادرة جريمة بحق الصناعة والاقتصاد الوطني المصري. خالد علي: غدا مؤتمر صحفي لعرض وثائق مصرية طيران وصنافير وإيضاح التطورات الدستورية. محمد محسوب: لا حرب في سيناء بل فصل من مسلسل صناعة الكوارث. طارق الزمر: نظم الطغيان تفشل دائما في القيام بالواجبات ومع ذلك فهي لا تتردد في الوقوع في المحرمات بحق شعوبها. تابعت كده بعض التعليقات قبل ما اقول لكم بعض القصص. حقيقة للاسف هي كلها قصص غير لطيفة يعني. ما المهم تابعت بعض التعليقات، بعض الناس يعني اللي هو يقول لك ايه: انا مقدر انك لازم تصدق كلام معتز مطر ان السيسي ضغط على صلاح عشان يتبرع لمصر عشان اللي زيك كذا، اللي هو فيه يعني تصدق الكلام ده، فمش هيصدق ان لسه في ناس نظيفه في البلد. ده احمس السابع حقيقة يعني حساب مخابراتي عليه مثل هذه التنويعه كتير. اولا في موضوع صلاح مهم جدا يا جماعه، لازم تذكروا ان احنا وجهنا كميه اسئله كميه تساؤلات، وده تفرق كتير، سيبك من النصابين. ثانيا ده الاهم، اللي بيستغرب ان النظام يعمل كده، وقلنا مش دفاع عن صلاح، قلنا يمكن صلاح بيطبل، محدش عارف ان صلاح حب التعريض وبتاع، وختمنا بكوميكس زي كده، ما عندناش اجابه دامغه. ولكن قلنا ان اللي بيستغرب بس مستعجب يقول لك النظام اللي هو ما يعملش كده، النظام ما بيعرفش يعمل غير كده، وليس صلاح دياب كان اول واحد ومحمد صلاح مش هيكون اخر واحد. صلاح دياب اللي بس حب يقول لا يعني يا جماعه ده مش عارف الفلوس دي هتروح فين وتيجي منين، اتبهدل وجاب الكلبشات واتقبض عليه وقصه. صلاح دياب رجل امريكا، من اهم رجال امريكا في مصر، مش سر يعني ولا معلوم، واستمر بقى على كده. ابو تريكه اللي اتصدرت امواله النهارده اتشالت مثلا، ما كانش صوره عن كده. الراجل اللي رفع مش فاكر كان اسمه ايه، اللي عمل اشاره رابعه ومستقبله راح، المرغني ولا اسمه ايه، مئات. عبد الستار صبري اللي اتمسك واتحبس عشان يرجع يمضي لطلائع الجيش وبتاع، وقلت لكم القصه الحكايه وكل الوسط الرياضي عارفها تمام. مئات. هذا النظام لا يستطيع العيش الا بالابتزاز خصوصا، وده الاداء العسكري عموما طول الوقت. ابتزاز، هنروح بعيد ليه؟ ابتزاز المكالمات والتسريبات يعني يوسف الحسيني تم ابتزازه بهذا الشكل. الان البرادعي وسامي عنان بيتم ابتزازهم بهذا الشكل. هذا النظام لا يعرف الا سياسه الابتزاز والغرف المغلقه. وعلى ذكر النظام في مصر اصبح بيتاجر بكل حاجه. اول حاجه التجاره بالدين، وهناك سباق دائم حقيقه لوصف بالنبي والصحابه. توصف بعض الكبار عندنا